اللي في وشك ده من الحادثه؟ طب في ايه يا عبله؟ انا كنت لسه مع الولاد والحمد لله بخير، وانتي اهو قدامي زي القمر. يبقى اكيد حاجه حصلت بينك وبين خيري. مش ده المهم، مش ده المهم. اكتشفتي انه بيخونك؟ يا ريت يا ريت. اوعي تقولي ان هو هانك او مد ايده عليكي. لا. طب في ايه بس؟ حد جاب سيرتك بكلمه وحشه في الجامعه او من اهل خيري؟ اللي حصل لي افظع شيء ممكن يحصل لست. الست طول عمرها بتحاول تحافظ على شرفها. شرفها؟ كلام ايه اللي بتقوله بنتك ده ياما؟ ابراهيم انا ما غلطتش عشان تتكلم عني كده وتبص لي بالشكل ده. غلطتي ما غلطتيش، ذنب ابوك اللي بين الحياه والموت وذنبنا كلنا في رقبتك. وانا ذنبي في رقبه مين؟ البت الحره ما تفرطش في شرفها حتى لو كانت تحت جنابل، مش طبنجه ومطوه. دول كانوا عاملين زي الوحوش السهرانه يا ابراهيم. يا ريتهم جابوا اجلك، كان اريح لك واريح لنا كلنا من اللي بقينا فيه. هو ده كل اللي يهمك؟ العار والفضيحه؟ لكن الكلاب السهرانه اللي لهشوني وضيعوا مستقبلي هنسيبهم؟ قلت لك دليني عليهم وانا اخلص عليهم واحد واحد واغسل عارنا بدمهم حتى لو كانوا فين. وانا هعرفهم منين؟ لكن احنا لما نبلغ البوليس المباحث اكيد هتدور عليهم وهتلاقيهم وهياخدوا عقابهم، وبكده نبقى خدنا حقنا. سمع الكلام اللي بتقوله بنتك ياما؟ بتقول لك بوليس ونيابه ومحاكم، عايزه فضحتنا تبقى بجلاجل وسط الخلق. راسها ناشفه تتكسر راسها. يعني ايه يا ناس؟ يعني تكفي على الخبر مجور، ولا صنف مخلوق في الدنيا يضرب ايه؟ وشرفي ومستقبلي وحياتي هيروحوا هدر؟ زي ما قالت امك، تكفي على المصيبه دي مجور، ولا مخلوق في الكون يضرب بيها غيرنا احنا. ده اكيد مصطفى. هتردي عليه انت ولا ارد عليه انا؟ وانا هقول له ايه؟ قولي له اللي تقولوه له بقى. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي. ايوه هي صحيت ادت الدواء لابوها وكان دماغها تقيله شويه، دخلت نامت تاني. يظهر انه عندها دور برد انفلونزا. وانا من لخبطتي نسيت اقول لها ان انت اتكلمت وانك جيت انت وابوك. خليها تكلمني في اي وقت يا مرات عمي، انا هحط التليفون جنبي اطمن عليها ان شاء الله يخليكي. مع السلامه مرات عمي، تصبح على خير. ها
عبرتك وردت عليك ولا لسه ست الحسن والجمال سايقه الدلال؟ نايمه يا امي نايمه، عندها نبطشيه في المستشفى لحد الصبح، بعد كده رجعت لقت عمي تعبان، قعدت معاه لحد المغرب. ده غير ان مرات عمي بتقول انها عندها دور انفلونزا. اهي مرات عمك دي هي أس الفساد، فضلت تدحلف فيك وبنتها تستهوك عليك لغايه ما لفوا عليك وجابوا رجلك يا باشمهندس. عارفه يا حاجه، انا حاسس ان انا وحنان بنت عمي دي بنحب بعض من قبل ما نتولد. بس رانيا بنت خالتك اللي انا كنت منمررك عليها ضفرها برقبتها، جمال وحلاوه وخفه ولا بتوع السيمه. يا ايه يا وليه؟ ايه ده؟ ايه هو موال هتفضل تعيدي وتزيدي فيه ولا ايه؟ الملاف السعد يا عبد العظيم، وبعدين ده ابني وانا عايزه له احسن جوازه في الدنيا. وهو خطب احسن عروسه في الدنيا، واللي كان قلبه رايدها من زمان، بنت عمه دكتوره متربيه على ايدينا. شوف بقى، مهما تقول عن حلاوتها ما تجيش حاجه ببنت اختي. يظهر ان ماما شاربه فنجان قهوه زياده هتطلع علينا الليله دي. تصبحوا على خير. صحيح زي ما بيقولوا مرايه الحب عمية. هجيب لك حاجه سخنه تشربيها عشان خاطري، عشان تهدي وتنامي. بابا لميس، ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي يا حبيبتي؟ مفيش يا حبيبي، سمعت صوت الباب فقلت اجي اطمن عليك. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا حبيبي؟ لا ولا حاجه يا حبيبتي ولا حاجه. هي ماما نزلت؟ يا حبيبتي نزلت. اصل باب اوضتكوا كان مفتوح والنور منور، مكانش في حد في الاوضه يعني. حالة طوارئ برضه. حاجه زي كده يعني. بابا في حاجه ما بينكم انا مش فاهماها. حبيبتي سيبك مننا احنا دلوقتي وطمنيني. عامله ايه مع كريم؟ انتوا مش ناويين تفرحونا بيكوا قريب بقى ولا ايه؟ هو من ناحيته مستعجل جدا يعني، نفسه ان احنا نتجوز في اقرب وقت. النهارده بالذات كان بيزن عليا ان انا اقنع حضرتك واقنع ماما يعني ان احنا نتجوز، حتى بعد كده نكمل دراستي يعني وانا متجوزه. برافو جدا، اقتراح وجيه وانا موافق عليه قوي. للدرجه دي عايز تخلص مني ولا ايه؟ هو مش الجواز خير؟ والمثل بيقول خير والبر عاجله. بس ماما مصره ان احنا نتجوز بعد الجامعه، وبعدين حضرتك كنت موافقه على كده. المهم دلوقتي يا لميس يا حبيبتي ان انت موافقه وانا موافق، ودي كمان رغبه كريم، يعني كده في موافقه بالاجماع. وماما يا حبيبتي مفيش حد في الدنيا دي كلها ليه رأي في الموضوع ده غير صاحبة الأمر اللي هو أنت، وولي صاحبة الأمر اللي هو أنا. وبعدين أنا هو في موضوع مهم كنت عاوز أقول لك عليه وعاوزك تستوعبيه بشكل كويس يا لميس. خير يا بابا؟ أنا ومامتك نعتبر انفصلنا. نعم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ لميس يا حبيبتي، ليه عندك طلب؟ اوعديني ان اخوكي احمد ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده لغايه ما انا الاقي الوقت المناسب اللي اقول له فيه على كل حاجه. ليه يا بابا؟ ليه بعد العمر ده كله؟ للاسف يا لميس، الموضوع ده ما عادش ينفع فيه اي كلام او اي اراء. يا بابا الموضوع ده يهمني انا واحمد زي ما يهمكوا بالظبط. وبعدين منظري ايه دلوقتي قدام كريم واهله وصحابي لما يعرفوا ان بابا وماما اتطلقوا كده بعد السنين دي كلها؟ يا ريتها تيجي على قد كده وبس. يعني ايه يا بابا؟ ولا حاجه. بابا انا مش طفل عشان تخبي عليا حاجه، انا لازم افهم كل حاجه. بعدين يا لميس بعدين، بس لو سمحتي سيبيني دلوقتي لاني فعلا تعبان. معقولة يا محمود اللي بتقوله ده؟ ست بالمكانة دي ويحصل لها كده؟ حبيبتي اللي بيغتصب
ما بقاش في دماغه المكانه والسن اي حاجه في الدنيا.